اسعد الله اوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. اول شيء نهنيو فريق الوداد بالتاهل ديالو للمباراه النهائيه من بعد الفوز ديالو برادس على الفريق ديال الترجي بفضل الضربات الترجيحيه. وطبعا لما تهنيو فريق الوداد لانه قدم مقابله اللي وصلته للمباراه النهائيه، اللي عرف كيفاش انه يدبر المجريات ديال المقابله. صحيح انه المقابله ما رقاتش لواحد المستوى، كانوا فيها بزاف ديال التظاهر بالسقوط من الطرفين، كل واحد كانت عنده الحسابات ديالو. الوداد كان منضبط تكتيكيا في الشوط الاول بشكل لا باس به. المشكل اللي كان عندنا هو ما كانش عندنا احتفاظ بالكره بشكل كبير، علما بانه الطريقه باش دارت المباراه او حتى الطريقه باش لعب الفريق ديال الترجي ما كانش تتمنعنا باش اننا ناخذوا الكره. الشيء الاساسي هو انه هذا الشيء اللي داز قبل المقابله وهذا الشحن ديال الاعلام التونسي على المقابله، ما شفنا منه حتى شي حاجه في المقابله صراحه. تحيه للاعبين كاملين، ما كانش ذاك الاندفاع اللي كنا تنتظروا وذاك الهيجان. لا، مباراه عاديه، والدليل ذلك هو انه بعد ما انتهت المقابله انتهت بسلام. وانا يمكن نعتذر للجمهور او اللاعبين التونسيين اللي قلت بانهم صعيب انهم يتقبلوا الهزيمه. كانت مقابله انتهت في حدود الشيء اللي شاهدنا، انه انتهت بشكل عادي. باش نرجع دابا للمقابله، الوداد ما كانش هناك اندفاع، بدليل انه العملود وعطيه الله ما كانش يطلعوا نهائيا. علاش؟ لانه شيء طبيعي انه الفريق ديال الترجي غادي يبغي يوصل للمرمى. المقابله ككل ما كانوش فيها الفرص ديال التسجيل باش نتحدثوا عليهم كاع من غير الضربه الراسيه اللي جا بها الهدف. الشوط الاول خلينا نقول بانه شوط عادي جدا. فين كان عندنا المشكل كان عندنا في الضربات ديال الزوايا اللي قد فوق شي 6 ولا 7، ودائما تيكون فيهم مشاكل. علاش؟ لان عندهم قامات طويله وكانوا تيقلبوا على الضربات الزوايا في الوقت اللي عدم الصعود ديال العملود ويحيى عطيه الله ما خلاو لهمش يعني المساحات باش يديروا الكواري العرضيين، ما كانوش عندهم. في الشوط الثاني يعني خلينا نقول واحد سوء التقدير في الجهه اليمنى. اللعاب دار واحد التميره بحال اللي دار بو سفيان في المباراه ديال الذهاب. الكره بالصدفه تتنزل لعند اللاعب رودريغيز اللي كان موجود ما بين حركاس وما بين ابو الفتح. ضربه راسيه اللي عطات الهدف، اللي كنا تنتظروا بانه بعد الهدف الفريق ديال الوداد كنا تنتظروا بانه يكون عنده رد فعل. في نهايه المطاف لقينا بانه كانه فريق ديال الترجي عجب 1-0، وان كان هو المبادر. احنا الفرص اللي جاونا من بعد جوج ديال من بعد التغييرات اللي داروا من بعد ما دخل بالخصوص ونجم والهوني، ما تنظنش بانهم ساعدوا على المستوى ديال الخط الامامي. خصوصا الهوني خلاص ما دار حتى شي تمريره، ونجم جاتو جوج ديال الفرص باش يمرر بشكل جميل، ما مررش. اذا تيظهر ليا ما كانش عنده يعني شي دور على مستوى الدفاعي. كان تضيعوا الكواري، ضاعوا لنا الكواري بزاف في وسط الميدان. ما بغيتش نكثر من الاخطاء اللي ترتكبوا. علاش؟ لانه تنقول دائما الفريق لما تيفوز تنخليو هاد الامور يعالجها المدرب، لانه النشوه ديال الفرح غتغيب كل شيء. ولكن طبعا المتتبعين دائما تيبقاو ردين البال، تيقول دي الله هذه المقابله حنا ربحنا بالضربات الترجيحيه، ولكن مقابله اخرى مع فرق اخرى ممكن تكون يعني النتيجه عكسيه. صحيح حنا والجمهور بعض المرات تيكون عندنا مجموعه من الملاحظات على الاختيارات ديال المدرب، كما كان الله يحسن العوان المدرب. لانه غير بعد نوبات لما تيلعب احناش تنقول لكم كان عبد الله حمود، لما تيلعب حمود تنقول لكم كان احناش. وهذه هي الامور اللي تتخلي دائما المدرب ماشي في وضع اللي يسمح له انه الاختيارات ديالو دائما تكون ناجحه. غتكون ناجحه لما تحقق النتائج الايجابيه، لان الجمهور دائما مع الحق. ها احناش ها حمود، تلعب احناش ما كاينش كان خاص يكون حمود. لما تلعب حمود تقول احناش. صحيح انه حمود ماشي غنقول دار مباراه سيئه، ولكن يعني ماشي ذاك المقابله اللي غتنسي بانه واحد لعاب سميتو احناش. اذا بدائيا المقابله تلعبت ماشي غنقول بالشكل اللي كنا نتمناو، حنا كنا نتمناو مقابله تكون افضل، ولكن لما الفريق تيفوز بين على انه اللاعبين كانوا ذهنيا
مستعدين. علاش غنقول مستعدين؟ لانه باش تنفذ ضربات الجزاء او الترجيحيه بداك الدقه وبداك الهدوء، فخصنا نعطيو اللاعبين الشيء اللي يستحقوا، انهم ضربوا ضربات ترجيحيه من اروع ما يكون، وبالتالي عطاو لفريق الوداد التاهل، علما بانه بزاف ديال الامور اللي خصها تصحح على مستوى الاختيار، لانه تلاحظوا ماشي اختيار اللاعبين، اختيار اللاعب كيفيه تمرير الكره. تلاحظوا بانه بعد ما اللاعب تكون عنده الكره وعنده جوج ديال الاصدقاء ديالو في اليمين اليسار، تيختار هو يعني الاختيار الخطا، وهذا الشيء تيبين بانه اللاعبين بالنسبه لهم تمرير الكرات عاديه تتبينوا على انه ماشي لاعب كبير. اللاعب الكبير هو اللي تعطي الكره سهله تاخذ الكره سهله كيف ما كان الحال. فما علينا الا نهنيو راسنا، نهنيو انفسنا، لانه فريق ديال الوداد استطاع يتغلب على كل الصعاب بالرغم من هذه يعني الامور اللي حدات قبل المقابله وفي الليل. هذا الشيء كله صراحه انه اللاعبين ما شفناهمش داخل الميدان انهم متاثرين به بشكل كبير. مقابله دازت في روح رياضيه، فما علينا الا نهنيو فريق الوداد ونتمنوا التوفيق ان شاء الله في المقابله النهائيه.